ساعات كده أكتر ليلة بنحس فيها إننا خلاص خبطنا في حيطة وإحنا بنتعلم حاجة جديدة، هي نفس الليلة اللي بنكسر فيها الحيطة دي ونعدي. النهارده هنحكي قصة ريم، وإزاي ليلة واحدة بس من الإحباط والزهق قدام كورس أونلاين كانت هي بداية كل حاجة حلوة. بطلة حكايتنا النهاردة هي ريم، والقصة دي بتدور حوالين ليلة واحدة مش أكتر. ليلة كل حاجة فيها اتشقلبت وبدأت تشوف طريقها بشكل مختلف تماما. يلا بينا ندخل في تفاصيل الليلة دي ونشوف إيه اللي حصل. ومن هنا بالظبط بيبدأ الصراع الحقيقي. الجملة دي بتلخص إحساس أي حد فينا حاول يتعلم حاجة تقنية بلغة تانية غير لغته. إحساس إن الواحد بيحارب على جبهتين في نفس الوقت، جبهة فهم المعلومة نفسها وجبهة فك شفرة اللغة اللي بتتشرح بيها. تعالوا نتخيل المشهد سوا. ريم مرهقة تماما قاعدة قدام اللابتوب بتاعها وبتحاول بجد تكمل كورس عن تحسين محركات البحث أو ال SEO بالإنجليزي. كانت حاسة إن الوقت بيجري والمجهود اللي بتعمله بيروح على الفاضي. وده كان الروتين بتاعها عشان تفهم درس واحد. الموضوع كان ماشي كالتالي: الخطوة الأولى تقف الفيديو، الخطوة التانية ترجع 5 ثواني، الخطوة التالتة تلاقي نفسها لسه مش فاهمة فترجع 10 ثواني كمان، والخطوة الرابعة تعيد كل ده تاني وتالت ورابع، حلقة مفرغة. كل دقيقة في الفيديو كانت معركة لوحدها. وفي وسط كل الصعوبات دي طلع مصطلح واحد وقف قدامها زي ما يكون حيطة سد. المصطلح ده كان search intent، أو اللي ممكن نترجمه نية الباحث. الكلمتين دول هما اللي شلوا حركتها تماما وخلوها تضطر تقف وتحفر أعمق عشان تفهم إيه معناهم أصلا. الجملة دي اللي قالها المحاضر في الكورس كانت هي الشرارة. ريم وقفت الفيديو كتبتها قدامها في ورقة. الجملة دي تحديداً هي اللي حولت الليلة من مجرد محاولة للمذاكرة لرحلة بحث حقيقية عشان تفهم بس معنى الكلمتين دول. ومن هنا بقى بدأت رحلة الغوص في بحر المصطلحات. كل ما تحاول تفهم مصطلح تلاقي 5 تانيين طلعوا في وشها. حرفيا كانت حاسة إنها واقفة قدام جبل من الكلام المكلكع زي اللي شايفينه ده، وكل كلمة بتفتح عليها باب ل10 غيرها. ودي بقى أكتر نقطة كانت بتوجع. مع كل مصطلح بتترجمه كان إحساس الشك جواها بيكبر. كانت بتكتب الملحوظة دي عشان تفكر نفسها إن الترجمة الحرفية غالباً بتضيع روح المعنى، وإحساس كلنا عارفينه كويس قوي. وهنا بنوصل لأصعب لحظة في القصة كلها، اللحظة اللي الإحباط فيها بيتحول ليأس وزعل حقيقي. اللحظة اللي حست فيها إن الحمل ده بقى أتقل من إنها تقدر تشيله. الرقم ده بيلخص حجم المعاناة. تخيلوا معايا كده، درس مدته المفروض ربع ساعة أخد منها 2.5 ساعة كاملين، 2.5 ساعة من التركيز والطاقة والمجهود عشان بس تفهم معلومة المفروض ما تاخدش أكتر من 15 دقيقة. وده كان السؤال اللي سألته لنفسها في لحظة كانت خلاص هتستسلم فيها. هل الحلم اللي بتسعى ده فعلا بيبعد أكتر مع كل خطوة بتحاول تاخدها؟ هل المجهود ده كله آخره طريق مسدود؟ بس دايماً بعد كل ليل طويل لازم الشمس تطلع. بعد ما ريم استسلمت للتعب وأخدت استراحة قصيرة، حصلت حاجة غريبة. المفاهيم اللي كانت شبه الشفرة في دماغها بدأت تترتب لوحدها وبطريقة جديدة خالص. ودي كانت هي لحظة الآها بتاعتها، اللحظة اللي المفهوم المعقد قوي ده اتحول فجأة لفكرة بسيطة ومنطقية. Search intent ما بقاش مصطلح تقني يخض، بقى مجرد سؤال بديهي عن هدف الشخص اللي بيبحث. وبالمناسبة دي فعلا أهم نقطة في الموضوع كله. هل اللي بيبحث ده عايز معلومة، ولا عايز يشتري، ولا عايز يروح لمكان معين؟ الإجابة بتحدد كل حاجة بعدها. اللي حصل ده ما كانش مجرد إنها فهمت مصطلح، لأ، دي كانت نقلة كاملة في طريقة تفكيرها. قبل اللحظة دي كانت بتفكر في إنها تعمل محتوى وخلاص. بعد اللحظة دي فهمت إن الهدف هو إنها تعمل محتوى بيخدم غرض واضح وبيجاوب على سؤال محدد عند المستخدم. والتشبيه ده بيوصف إحساسها بالملي. ما كانتش محتاج إن الطريق كله ينور مرة واحدة، هي كانت محتاجة بس شعاع نور صغير يوريها الخطوة الجاية فين. وده اللي حصل، رجع لها تاني الإحساس بالأمل وإن في خطة ممكن تمشي فيه. وبثقة جديدة رجعت ريم لنفس الكورس الإنجليزي اللي كان قهرها من كام ساعة. نفس الفيديو، نفس المحاضر، ونفس المصطلحات. بس المرة دي اللي كان مختلف هو ريم نفسها. والنتيجة كانت مبهرة. نسبة استيعابها وفهمها للدرس نطت من مجرد 10% ل 40% دفعة واحدة. وده كان الدليل العملي على إن اللي حصل لها ده ما كانش صدفة، دي كانت نقطة تحول حقيقية جدا. وهنا بقى بنوصل لجوهر القصة كلها ودرس مهم لينا كلنا. أول خطوة عشان نحل أي مشكلة هي إننا نعرف أصلاً إيه هي المشكلة الصح. المشكلة الحقيقية عند ريم ما كانتش إنها مش ذكية كفاية أو إنها مش بتحاول. المشكلة الحقيقية كانت ببساطة هي حاجز اللغة. الأمنية دي أظن بتعبر عن إحساس ملايين الناس في منطقتنا.
الرغبة دي في إننا نلاقي محتوى تعليمي قوي ومحترم بلغتنا، محتوى يوصل المعلومة كاملة زي ما هي من غير ما نصها يضيع في الترجمة. ودي يمكن أحلى حاجة في الحكاية كلها. في آخر الليلة لما بصت على الورق اللي مليان شخبطة وعلامات حمراء، ما شافتهاش كدليل على الفشل، بالعكس شافتها خريطة. كل علامة حمراء بقت بتحدد لها نقطة محتاجة تركز عليها، وكل مصطلح صعب بقى علامة في الطريق. وهنا بنوصل لسؤال مهم جدا لينا كلنا. لما بنكون في رحلة تعلم صعبة زي رحلة ريم، يا ترى إيه هو أهم حاجة؟ هل إننا نوصل بسرعة ولا إننا نفهم كل حاجة من أول مرة؟ قصة ريم بتقدم إجابة مختلفة شوية. الإجابة بالنسبة لريم كانت الوضوح. الهدف ما كانش إنها تبقى خبيرة في يوم وليلة، الهدف كان أبسط من كده بكتير، إن الطريق يبقى واضح قدامها. الإحساس ده بإن في مسار واضح ممكن تمشي عليه حتى لو كان طويل، هو ده اللي كان بيمثل البداية الحقيقية. وده يمكن يكون أهم درس في أي رحلة تعلم. دور على الوضوح قبل ما تدور على الإتقان.